آيتين اتنين في سورة المعارج، لما تقراهم وتعرف أسبابهم تستشعر عظمة القرآن الكريم. الآية الأولى رقم 38: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. الآية 38: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. الآيتين دول بنسمعوهم ما نهملش القرآن الكريم. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يا ترى أسباب النزول إيه؟ إيه أسباب النزول؟ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. القصة إيه؟ القصة بتقول إن كان المشركين والمنافقين لما يجي سيدنا رسول الله يتكلم يجتمعوا حول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقعدوا يسمعوا لسيدنا رسول الله، ويسمعهم مش عشان ينفذهم، سماعهم بدون عمل. وبعد كده كانوا بيستهزئوا بصحابة سيدنا رسول الله. وأنا بنقرأ من القرطبي: كان المشركون يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه، يسمعوه ويقولوا كذاب، كذبوه ويكذبون، ويستهزئون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المنافقين يقولوا إيه بقى؟ كان يقولوا: لئن دخل هؤلاء الجنة، أصحاب محمد يعني، لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلن قبلهم. شايفين الكلام؟ لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلن إيه؟ قبلهم. ولئن أعطوا منها شيئا، لو خدوا من الجنة حاجة لنعطين أكثر منهم. فنزلت هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم عن المنافقين اللي كانوا بيقعدوا يسمعوا من النبي وبعدين يستهزوا بكلام الله تبارك وتعالى، وبيقولوا لئن دخل هؤلاء الجنة أصحاب النبي لندخلن قبلهم، ولئن أعطوا منها شيئا لنعطين أكثر منه. فنزل قول الله تبارك وتعالى: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. أنتوا طمعانين تخشوا الجنة؟ طب ما تعملوا لها. الإجابة بعدها دي الآية 38: ثم نزل قول الله تبارك وتعالى: كلا، لا، الموضوع مش موضوع سماع بس، مش تسمع عن العفة وبعدين تبين لحمك، مش تسمع عن الغيبة وتقعد تغتاب الناس، بتسمع عن المكر وتبقى مكار. لا 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 لا، الإيمان قول وعمل. كلا، ربنا عز وجل يقول: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. لا، الموضوع عايزين تخش الجنة قبلهم ونخدوا من الجنة تاخدوا أكتر منهم. الموضوع مش بتقعدوا بتسمعوا بس، لكن بالعمل. ربنا قال بعد كده: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. خلي بالكم، لا، لأن أنا خلقتكم من اللي أنتوا عارفينه. وليه ربنا بيقول في المكان ده أنا خلقتكم من اللي أنتوا عارفينه؟ في القرطبي يقول لك: سبحان الله، طب وإحنا اتخلقنا منين؟ ما اتخلقناش من ذهب ولا من ألماس، ده أنا وأنت كلنا مخلوقون من شوية مية. لما بينزلوا من الراجل بيروح يستحمى يغتسل، مش يتوضى كمان. يعني معنى كده إن في كلام كبير. عشان كده هم بيقولوا إيه؟ كلا، ربنا يقول: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يعني بيقول لهم أنتم مخلوقين زي بقية البشر، مخلوقين من بقية البشر. إنا خلقناهم مما يعلمون، أي أنهم يعلمون أنهم مخلوقون من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة كما خلق سائر البشر، فليس لهم فضل يستوجبون بالجنة. انتم مالكمش أفضلية. أنا مش خالق الناس من نطفة وعلقة ومضغة وانتم مخلوقون من ألماظ ومن ذهب. يبقى إذن لابد تستوجب الإيمان وتبقوا تعملوا بكلامكم. وبيقولوا كمان إنهم كانوا بيستهزئوا بفقراء المسلمين ويتكبرون عليهم، اللي هم الجماعة المنافقين دول. وقال الله تبارك وتعالى: إنا خلقناهم مما يعلمون. يعني خلقتكم مما تعلمون، أي خلقتكم من شيء قذر وهي النطفة. عشان كده بنحكي قصة النهاردة جميلة في القرطبي. واحد من الصالحين اسمه سيدنا مطرف ابن عبد الله. سيدنا مطرف ابن عبد الله من الصالحين. سيدنا مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، هو بسمى مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، هذا من الصالحين. في يوم من الأيام شاف ملك كان مشهور عند العرب اسمه المهلب ابن أبي صفرة. ده كان ملك عند العرب أو رجل من كبراء العرب، ولابس لابس كده حاجة كده من حرير وماشي يتبختر. يبقى سيدنا مطرف ابن عبد الله ابن الشخير
شاف المهلب بن أبي صفرة لابس لبس حلو خالص وماشي يتبختر كده، وطبعا دي ماشية ربنا ما بيحبهاش. فقام سيدنا مطرف بن عبد الله بن الشخير قال للمهلب إيه؟ قال له: ما هذه المشية التي يبغضها الله؟ أنت ماشي تدلع كده ليه؟ سبحان الله. فقال له: أتعرفني وأنت مش عارفني؟ قال: نعم. لا، أنا عارفك. قال: نعم. قال له: شوف بقى سيدنا المطرف يقول لي أنا عارفك. قال له: أولك نطفة مذرة، أنت مخلوق من نطفة شوية مية مهين، وآخرك في القبر جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل في بطنك العذرة، اللي هو القذارة اللي في بطننا. يا الله، أولنا نطفة مذرة وآخرنا جيفة قذرة ونحمل بين ذلك في بطننا العذرة. فنزل قول الله تبارك وتعالى سبحان الله: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا تتكبر على البشر ولا تتكبر على الله حينما ينادى عليك الله أكبر، وأن تلبسي اللباس الذي يحبه الله ورسوله وأنت لا تؤذي جيرانك. فلا تتكبر، كلا إن خلقناهم مما يعلمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا ويهدي أولادنا ويصلح زوجاتنا، وأن يجعل هذا القرآن شاهدا لنا لا علينا. لا تنسوني من صالح دعائكم.